السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير، ورجعت لكم بفيديو جديد بعد غياب طويل. طبعا سبب الغياب يعني ماكو واهس بالتصوير وماكو واهس بالالعاب وما ادري شنو، ودراسة ايضا، فخرب واسي وبعد ما حبيت اصور وما ادري شنو. فهسه بعد ما سويت روم للجهاز مالتي جالكسي اس 3، روم لولي بوب، يعني روم يفوق الخيال، مواصفات كلش حلوة، سرعة كلش حلوة. فحبيت اسوي عنه مراجعة حتى شوية تستفادون من عنده. طبعا انا قبل هذا كنت نصب روم كيت كات هم نفسه، بس طبعا هاي ملاحظة رومات خام، يعني مو روم اصلي من شركة سامسونج، وانما روم من شركة سانوجي. اعتقد بعضكم يعرفون شركة سانوجي. هاي الشركة هي تطور رومات، هي تسوي الرومات وتطورها نفس شغلة شركة سامسونج بالضبط. فطبعا روماتها كلش حلوة سريعة، ما بيها اي مشاكل، خصيصا هذا الروم. طبعا اكو رومات كان بيهن مشاكل، مثلا الروم ما يشتغل، ايضا مثلا عندك الكاميرا، اتصال، رسائل، ما ادري شنو، هاي ما يشتغل. فاني هذا الروم بعد ما استخدمته، صار لي تقريبا اكثر من شهر انا استخدم هذا الروم، فالشي كلش حلو. فحبيت اسوي عنه مراجعة. اذا حبيتوا نسوي يعني اشرح لكم شلون اني نصبت الروم وسويت الريكفري وخليت هسه هذا الجهاز يشتغل بهذا النظام كلش حلو. فان شاء الله اسوي لكم شرح اذا ردتوا، يعني خلوا تعليق وانا ان شاء الله اسوي لكم اللي تريدوا. فهسه نجي شوي شوي نسوي مراجعة حول هذا النظام، يعني مراجعة شاملة. فاول شيء طبعا الشريط الاشعارات كلش حلو، تغير بشغلة كلش حلوة. طبعا اول ما تسحبه، اللي هي هاي السحبة الاولى، راح تطلع لك الاشعارات اللي راح تجيك. مثلا هسه هاي عندي البرنامج مال 360 مال طوبة، يعني يعطيك اشعار اذا جول او لعبة، فيجيك اشعار بهذا الشكل. طبعا تقدر تمسحها من هنا، تدوس على هاي او تسحبه هيك ويمسح. هاي شريط اشعارات. الشريط الثاني اللي راح يكون بيه الادوات، مثلا تسحبه سحبة ثانية راح تطلع لك مثلا مال اضاءة، ايضا التحكم بالواي فاي، البلوتوث، وضع طيران، والشركة مال الاتصال، والتدوير التلقائي وما ادري شنو، الفلاش، ايضا الموقع، ومسجل الشاشة اللي يعني من تصور شي. فهذا كلش حلو. اوكي شباب، فهسه نجي نشوف النظام كلش حلو ايضا. راح نسوي مراجعة كما قلت لكم، يعني مراجعة كاملة. فعندنا الخيارات، ننتقل على هذا بصف الرجوع اللي هو خيارات، راح يطلع لك مثل هاي، يعني من ترفعه راح تقدر تتحكم مثلا شريط بحث وتمرير ورمز وما ادري شنو. ايضا تقدر تغير هاي التحريك، مثل الثاني مغير هاي. طبعا كلش حلو. راح نغيرها وتقدر تسوي اي شيء، مثلا اعدادات الفراغ، ايضا عندنا وين تأثير التمرير، تقدر تغير التأثير مالته. هاي الشغلة الثانية الخلفية، تقدر اما خلفيات النظام اللي انا خالها او خلفيات من الجهاز، تقدر اي شيء. الاعدادات مالتها بشكل كلش حلو، شكل راقي. عندك البلوتوث والواي فاي والضبط، الخيارات، المطور، كلها موجودة هنا. عندنا حول الجهاز يعطيك طبعا احنا نعرفها الاصدار، والاصدار هذا هو 5.0.2. طبعا هذا النظام ما ينعمل بس للاس 3 واللي هو القديم، يعني اللي جي تي اي 9300. غيره لا تحاول وتفكر اصلا تشوف الفيديو وتسوي اذا كان موديل جهازك مو اس 3 ولا جي تي اي 9300. اما اذا كان هيك بكمل ويانا، واذا سوينا شرح على الروم ايضا سوي الروم. الاصدار مال النظام مثل ما تلاحظون 5.0.2 اللي هو اللولي بوب. الاصدار كلش راقي مثل ما قلنا. تقدر ايضا اللعبة اللي موجودة، فانا راح اطلع لان شوي اريد الفيديو يصير قصير. فهذا شغلة الاعدادات. ايضا عندنا الرسائل الموجودة عندك انت اللي تسويهن. الكاميرا، ايضا الكاميرا كلش حلوة، والكاميرا تشتغل بشكل راقي. خلينا نشوفكم شلون يعني الكاميرا تشتغل او لا. يعني طبعا التقاط ايش، طبعا الكاميرا مالته حلوة. بالنسبة للشريط اللي يطلع لك التطبيقات المفتوحات، ايضا تقدر تفتحها من هنا. طلع لك منه اما ضغطة واحدة تمسحين او واحدة. هذا شيء حلو. بالنسبة للألعاب، بالألعاب النظام كلش سريع، والبرامج طبعا النظام كلش حلو.
ايضا عندنا خلنا نشوفكم التخزين وما تخزين. النظام ياخذ 4 جيجا او اقل، ما اعرف حسب، يعني مثل النظام ال 4.1 كان ال S3 نفس الحجم. مثل ما تشوفون. بعد شو بدي اقول لكم بعد شنو عندنا هنا. خلينا نشوف التخزين. هذا التخزين مالته. طبعا انا منزل له هواي العاب ومنها مودرن كومبات تعرفوها، طبعا لعبة ثقيلة. فعندي 6 جيجا باقية. المساحة الإجمالية 11.35. طبعا النظام كله حلو. إن شاء الله يعجبكم النظام، يعني خلينا تسوي لنا في التجربة اللعبة أو في الشيء. إن شاء الله راح تكون بالفيديوهات الجاية ألعاب، مثلا عندنا راح نسوي سلسلة حول كلاش، وأيضا أكو ألعاب أخرى إن شاء الله ننزلها. ولا تنسون اللايك والاشتراك. وإن شاء الله فاتكم هذا الفيديو، وأي شيء أنا ما قلته وما ذكرته بالفيديو كتبه بتعليق، وإن شاء الله أسوي شرح عنه وأعطيك الجواب بالتعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.